مخالفة تمشي للتنفيذ. جنة شريف التمرير في وسط الميدان تبحث عن التسديد قوية والهدف الأول. كرة مخادعة قوية من اللعبة سارة الدوفري تقريبا من مسافة بعيدة في 16 دقيقة لعب. سدد كرة تغالت الحارسة ورقم 6 هي اللي سجلت غارة عسالة. غارو عسالة رقم 6 ممتازة. تسديدة قوية جدا يمكن بعامل الريح تغير الوجهة متاعها نوعا ما. هذه اللعبة رقم 6 بالفعل تسدد الكرة وترتتم بالعشب وتغالط الحارسة الجزائرية سالية رميلي دانيال في 16 دقيقة لعب. غارو عسالة تفتح النتيجة. المنتخب المغربي تفتح الزاوية تسدد له خطيرة. المنتخب المغربي قد يكون الثاني. الهدف الثاني لصالح المنتخب المغربي. سكينة مديوني في دقيقة 19 تضيف الهدف الثاني بعد عمل كبير من كينا الكومير رقم 9 وهفوة مشتركة بين الدفاع والحارسة. وفي الأخير سكينة مديوني تسجل الهدف الثاني أمامكم على الصورة. تسجل الهدف الثاني للمنتخب المغربي. شوف التمرير عمل كبير ترويض كان ممتاز. هفوة في إرجاع الكرة من أوفا حمري يمكن معذورة نوعا ما باعتبار قرب المسافة بينها وبين المهاجمة. يعني ما عندهاش حتى خيار انه تسدد. هذه كرة للمنتخب المغربي تدخل خطيرة. الهدف الثالث للمنتخب المغربي. الحقيقة متميزة جدا كما قلت كينا الكومير في دقيقة 27 تضيف الهدف الثالث للمنتخب المغربي. سنشاهد الإعادة. هي قادة الهجمة وهي سجلت ممتازة جدا رقم 9 أمامكم على الصورة. الحقيقة فما ارتباك. شوف يعني هي قادت الهجمة وأنهتها في الشباك الجزائرية ممتازة جدا رقم 9. كل الامتياز لكينا كومير وأيضا إيناس أبو شريف صاحبة التمريرة. 3-0 هو الحقيقة صعبة المباراة على المنتخب الجزائري. فما اجتماع قصير بين لاعبات المنتخب الجزائري الحقيقة كما تشاهدون على الصورة. 3-0 الحقيقة نتيجة في دربي مغاربي دربي اتحاد شمال افريقيا بين منتخبين عادة من شاهدوهم يشرفوا المنطقة وايضا القارة. هذه فرصة ممتازة جدا تخرج وجه لوجه خطيرة على الدفاع المغربي. هدف تبديل الفارق. اللاعبة ضد مرماها بعد عمل كبير جدا من اللاعبة أمامكم على الصورة رقم 9 سارة حبيب. ولكن المدافعة هي من غالطت مرماها في 31 دقيقة لعب. ممتازة جدا سارة حبيب. كانت تمريرة وعمل كبير من سيلينا شنوف. هذه الإعادة سيلينا رقم 19 وتسدد الكرة ثم تضرب في سكينة مديوني ذات مرماها. منتخب المغربي أميرة كلوش تفعل بكرة التمريرة. الهدف الرابع للمنتخب المغربي. كالعادة سكينة مديوني تسجل وتدون اسمها بثنائية قولوا ثلاثية هي كهدف ذات مرماها وبتبيعها هدف آخر جديد للمنتخب المغربي 33-14. هبة اليوسفي تاخذ مكان مش 33 23 أميرة الرقم 23. على كل هذه الإعادة الحقيقة عمل كبير من أميرة كلوش الحقيقة متميزة جدا. هذه الإعادة دون تعقيد الكرة في الشباك وهدف جديد. الكرات الأخيرة الفرص والمحاولات 3 نقاط. مبروك للمنتخب المغربي. حظ أوفر للمنتخب الجزائري إن شاء الله يعوض في مقابلته القادمة. 4 دقائق انتهى. الحكمة تنظر للساعة وفي اليوم بالضبط الحكمة سناء السامي تعطي إشارة نهاية المباراة بانتصار المنتخب المغربي على المنتخب الجزائري 4 أهداف مقابل 1. نذكر بشهادة الأهداف
غاروا عسالة في دقيقة 16 افتتحت النتيجة للمنتخب المغربي. سكين المديوني سجل ثنائية في دقيقة 19 ودقيقة 47 بيناتهم. يوم الأحد سيواجه أيضا المنتخب الأردني في سوسة.